طبعا كل الشكر لزمايلي اللي عدوا التقارير النهارده، علي نحال مونتير، وطبعا محمود سعيد رئيس التحرير، وقراءة محمد عبد العال. اكيد معانا اخبار ومعانا كواليس ومعانا تفاصيل، عشان كده نطلع فاصل عشان نستعرض اهم ما جاء في عناوين حلقتنا الحصريه. أول أخبارنا النهارده الخبر يعلن كواليس جلسة طاهر ويول. طبعا كان في يعني من ساعة من دلوقتي كان في جلسة مهمة جدا جمعت بين المهندس محمود طاهر رئيس النادي الأهلي ومارتن يول المدير الفني، واتكلموا مع بعض في بعض النقاط الهامة جدا اللي بتخص الفريق قبل اجتماع مجلس الإدارة اللي بيعقد في هذا التوقيت. يمكن مارتن يول حدد معظم طلباته في المرحلة الجايه، وتقريبا بيتكلم في 4 صفقات هيكونوا موجودين. كان في صفقه اتكلمنا عليها وقلنا لكم ان الصفقه دي خلاص مارتن يول استقر عليها، كمان بنقول لكم الصفقه دي انتهت للنادي الاهلي. تعالوا نطلع نشوف احنا قلنا ايه ونرجع نتواصل. مارتن يول يحسم صفقه وسط الملعب الجديده، صفقه في وسط الملعب النادي الاهلي خلاص بيحسمها واقترب من حسمها. صفقه مهمه جدا. مارتن يول يمكن شاف 2 لعيبه، حسم لاعب منهم وهو لاعب مميز جدا وبيلعب في نادي غير جماهيري ويعتبر من أندية الصعيد. دي الصفقة اللي مارتن يول حسمها. النادي الفيوم، المحافظة الفيوم اللي هو تبع الصعيد، والنادي المقصة واللاعب دونجا. الخبر يكشف صفقات الزمالك للموسم الجديد. الزمالك طاهر ويول. طبعا كان في يعني من ساعة من دلوقتي كان في جلسة مهمة جدا جمعت بين المهندس محمود طاهر رئيس النادي الأهلي ومارتن يول المدير الفني، واتكلموا مع بعض في بعض النقاط الهامة جدا اللي بتخص الفريق قبل اجتماع مجلس الإدارة اللي بيعقد في هذا. بنقول لكم الصفقة دي انتهت للنادي الأهلي. تعالوا نطلع نشوف احنا قلنا ايه ونرجع نتواصل. مارتن يول يحسم صفقة وسط الملعب الجديدة، صفقة في وسط الملعب النادي الأهلي خلاص بيحسمها واقترب من حسمها. صفقة مهمة جدا. مارتن يول يمكن شاف 2. طبعا كل الشكر لزمايلي اللي عدوا التقارير النهارده، علي نحال مونتير، وطبعا محمود سعيد رئيس التحرير، وقراءة محمد عبد العال. التوقيت يمكن مارتن يول حدد معظم طلباته في المرحلة الجايه، وتقريبا بيتكلم في 4 صفقات هيكونوا موجودين. كان في صفقه اتكلمنا عليها وقلنا لكم ان الصفقه دي خلاص مارتن يول استقر عليها. اكيد معانا اخبار ومعانا كواليس ومعانا تفاصيل، عشان كده نطلع فاصل عشان نستعرض اهم ما جاء في عناوين حلقتنا الحصريه. اول اخبارنا النهارده الخبر يعلن كواليس جلسه